كلنا عارفين الخيانة العادية ما بين الزوج والزوجة والعشيق، ولكن تخيل حجم الخيانة دي ممكن يروح فين مع عبير بطلة حلقتنا. بتبدأ قصتنا في 2010 وبالخصوص في محافظة اسكندرية. الزوج بيشتغل مرشد سياحي في شرم الشيخ، والزوجة بتربي ابنها لوحدها هي في اسكندرية، وبتشوف جوزها في الأجازات البعيدة مش أكتر. ويمكن ده باب للشيطان عشان يخش. والزوجة كانت عايشة في حالة عالية من الاجتماع، يعني ست معاها فلوس، فعشان كده كانت ماشية بمبدأ أوفر صحتي طول ما أنا معايا تمنها. وما كانتش بتصرف على الأدوية، ولكن كانت بتصرف على أي حاجة تخليها شخص مرتاح. فعشان كده دايما كانت بتتعامل مع ست بتيجي تنظف لها الشقة وتساعدها في الطلبات والطبخ والغسيل وكل حاجة. ولكن مع مرور السنين الست دي بقت عجوزة ومش قادرة تعمل حاجة، وما بتنزلش زي الأول لكل الزباين بتاعها، من ضمنهم عبير اللي كانت بتخدم عندها بقالها 5 سنين، وكانت بتدي فلوس كويسة جدا. فعشان الست ما تضيعش عبير من تحت ايدها، وبالذات ان هي ست مستواها الاجتماعي حلو وبتدي فلوس كويسة، فقالت تبعت لها ابنها يجيب لها كل الطلبات اللي بره، وهي بس تعمل الطلبات اللي في البيت كل فترة. وابنها كان اسمه خالد. وعشان نعرف مين خالد ده، وهو ابن عاملة النظافة اللي بيجي، وعنده 38 سنة وشغال استورجي. وكان دايما من ساعة ما مامته اديتله الاوردر ان هو يبقى يرد على عبير كل فترة عشان يجيب لها الادوات او اي حاجة ناقصة من عندها، بقى في الرايحة وفي الجاية لازم يعدي على بيت عبير عشان يعرف لو ناقصلها حاجة في عدم زوجها. ومع المقابلات مع الكلمات مع حكايات الماضي، كل ده أدى اللي هما الاتنين يتربطوا ويبصوا لبعض بنظرة تانية. ده الباب التاني للشيطان، لما واحدة بتفتح أو بتوارب الباب لحد تاني. ومع الوقت تمت علاقة ما بينهم، علاقة كاملة دامت لمدة 8 شهور. 8 شهور في الحرام، وهما مستمتعين ومحدش فيهم قرر يتراجع. وأول ما جوزها كان بيجي، خالد كان بيختفي من حياة عبير ولا كأنه موجود. وجوزها ما كانش يعرف ان الست العجوزة اللي كانت بتساعدها في البيت بقت بتبعت لها ابنها. وما كانش بيجي غير يقضي أسبوع ولا أسبوعين، وبعد كده يرجع تاني شغله في شرم الشيخ. وعبير زهقت من اللي هي عايشة فيه، بقت عايزة تدي قلبها وعقلها لواحد منهم، ولو هتيجي تختار فجوزها دايما بعيد عنها وما بيقدرهاش ولا حتى يشبع رغبتها. فعشان كده ما كانش أحسن اختيار ليها. إما بقى عاشقها فهو بيعمل لها كل اللي هي عايزاه، بفلوسها، ولكن كل اللي هي نفسها فيه. ولكن كان عندها عقبات، وأول عقبة هو ديانتها اللي ما كانتش بتسمح لها تتطلق إلا في شروط صارمة جدا، والشروط ما بتستوفيهاش للأسف. فعشان كده قررت قرار إن هي لازم تخلص من جوزها عشان ترتاح هي وعشقها، وكمان تاخد حبة فلوس تعمل بيهم أي حاجة هي وعشقها، ولا يروحوا شهر عسل. عشان عبير أول ما خالد يجيلها من يوم من الأيام ويخلصوا السهرة بتاعتهم وهم قاعدين على السرير، تبدأ تقوله إن هي عايزة تفتح في موضوع، وتكلموا على الموضوع ده اللي هي عايزة تخلص من جوزها. في الأول يكون متردد وخايف إن هما يتكمشوا أو يتحبسوا بأي شكل من الأشكال، ولكن بدأت تقوله إن أنا هديك 50% من اللي أنا هورثه منه، وإن أنت هتتجوزني أو حتى نكمل علاقتنا كده، وهيبقى البيت ده يعتبر انت عايش فيه بدل الأوضة اللي تحت السلم اللي انت عايش فيها. بدأت تدوس على نقط ضعفه اللي قعد يحكيها لها الفترة اللي فاتت كلها. وطبعا الشيطان ده كان الباب التالت ليه، نقط الضعف عشان تغويه، لحد ما وافق وقال ما كل حاجة هتتصب في صالحي في الآخر، وما منعش حاجة زي كده. فكانت تاني حاجة بعد إقناع خالد، كان لازم عبير تفكر في امتى هيعملوا حاجة زي كده، يا ترى أول ما يرجع ولا قبل ما يمشي. فعشان كده بدأوا هما الاتنين يتفقوا إن أول ما زوجها يرجع من شرم الشيخ وبعد السكة الطويلة بتاعة الطريق ويجي يرتاح ينفذوا جريمتهم. ولكن حصل ما كانش حاجة في الحسبان لما عبير جاية تفتح ومستنية جوزها، ولكن تلاقي أخته منة. وهي جاية بتعيط وبتحضنها وبتقول لها شفتي عمل فيا كده تاني، ده دخلها من غير إرادتي حتى، وأخد اللي ورايا واللي قدامي وحبة القرشين اللي كنت حطاهم في الدولاب. طبعا عبير تتوتر بشكل شديد، عشان كده تقعد وتقول لها لا فهميني بالراحة كده ايه اللي حصل. قالت لها هو جوزك هيجي امتى؟
اللي هو أخوها. قالت لها زمانها في الطريق، وبدأت منى تحكي لها إن هو ابنها ضربها للمرة التانية بعد ما خاله قعد يتكلم معاه مرة واتنين وتلاتة، ولكن مرضاش، ورجعت ريما لعادتها القديمة. طب ايه قصة منى وابنها؟ منى هي امرأة مطلقة وعايشة مع ابنها اللي عمره 21 سنة، ولكن هو شريب وبيشرب، وكمان بيضغط على امه كتير جدا بالضرب ووسائل اخرى عشان ياخد منها فلوس يظبط المزاج. ودايما الزيارات بتاعت منا لعبير او اخوها كانت بتكتر كتير من كتر ما كانت في مشاكل بينها وبين ابنها. وطبعا عشان في مشاكل بالشكل ده كانت الخطة اللي هم حاطينها كانت وقفت في مكانها، لان اخته وقفت فيها. عبير راحت فتحت الباب لخالد واخدت منه الاكل، وقالت له دخله جوه المطبخ عشان تقيل عليا. وهي اخته اللي هي منا متعوده ان خالد يجي كل فتره يجيب الادوات اللي ناقصه او الاكل ويمشي. فراحت ورا المطبخ وقالت له ان هي قاعده، وحاولت اوشيها كذا مره ولكن ما قدرتش. هي مصره ان اخوها اول ما يجي تبدا ان هي تشتكيله عشان يقول لها خلاص طالما مش عارفة تمشيها يبقى هي اللي جنت على نفسها، بدل ما هتبقى واحد هيبقى اتنين، وعلى الأقل الإخوين يسلوا بعض في الجنة. عشان كده قال لها خدي شريط المنوم ده وحطي منها حبيتين في العصير بتاعها، وبعد كده تفتحي لي الباب وانا هخلص كل حاجة. وفعلا عملت زي ما هو عايز، واول ما حست نفسها اللي هي دروخت دخلت تنام جوه في الأوضة. وبعد كده خالد دخل عليها وخنقها، ولكن ما تصرفوش في الجثمان لحد ما قالوا يتصرفوا ويخلصوا على الجثمان التاني عشان يتصرفوا على الاتنين مرة واحدة. والزوجة كل شوية ترفع سماعة التليفون وتتصل بزوجها وتقول له وصلت لفين، فاضلك قد ايه. وهو كان مستغرب ولكن قال ان هي يمكن مشتاقالي. واول ما زوجها جه على طول قعدت واتكلمت معاه وحطت له العشاء وقعدوا يتاكلوا عادي. وبعد كده حطت له برضه المنوم زي اخوها. شرب الشاي وقال لها انا هخش انام شويه والصباح رباح ابقى اقابل اختي لما اقوم. واول ما اتاكدت اللي هو نام راحت نادت على خالد وفتحت له الباب، وهو دخل خلص على جوزها. ولكن هما الاتنين كانوا متفقين ان هما يقسموا الجثمان قطع ويرموها في اي حتة. ولكن الزوجة قالت ان هي بتخاف من حاجة زي كده، وان الصبح بقى يحاولوا يتصرفوا في حاجة زي كده، وان هي هتخش تنام دلوقتي وانت روح وتبقى تعالى تاني يوم او حتى تنام هنا. وخالد قال لها خش انتي نامي وانا هفضل صاحي شوية. وهو قاعد في البلكونة وكان بيفكر في تفكير واحد بس، ما هي زي ما عملت في جوزها ممكن تعمل فيا، ايه اللي هيمنعها يعني؟ هي جميلة ومعاها فلوس وغيري يتمناها كتير وغيري احسن باكتر، فايه الحاجة يعني اللي هي هتوقفها ان هي ممكن تعمل فيا كده؟ وعشان كده قال يتغدى بيها قبل ما هي تتعشى بيه. وراح ساعتها جاب آلة حادة من المطبخ ودخل عليها، ولكن هي كانت لسه بتبدأ تنام. وما شافت في ايده الآلة الحادة فضلت تقوله انت بتعمل ايه؟ قال لها انا هتعشى بيكي قبل ما تتغدي بيا، انتي ممكن تخونيني في اي وقت وفي اي حين. ولكن هي تترجاه وتقوله ده انا اخترتك على جوزي، ازاي يعني هعمل كده؟ يقولها ما انتي عندك كنتي عايشة حياة سعيدة وخنتي برضه جوزك، ممكن تخونيني في يوم من الايام وتعملي فيا نفس اللي انا عملته فيه. ولكن هي تحلف له ان مفيش حاجة زي كده هتحصل، ولكن هو ما كانش سامع قد ما كان شايف مشهد رد الدين واللي هي ممكن يحصل في حاجة زي كده. فعشان كده على طول قام مسدد لها طعنات في أماكن متفرقة في الجسم. وكده هو شاف غليله، وبعد كده قرر ان هو لازم يهرب من جريمة زي كده. عشان كده قال ان هو لازم يهرب ويمسح كل بصماته من الشقة، وبصماته كتيرة وفي كل مكان. فعشان كده قرر ان هو يولع فيها. ولكن قبل ما يولع راح يدور على اي دهب وفلوس جوزها كان راجع بيها من الشغل، قعد كل الحاجات دي وبعد كده ولع في الشقة ومشي. وبعد ما الجيران بعد فترة حسوا ان في حريقة او ريحة وحشة راحوا فسخوا الباب ولكن عشان ينقذوا اي حد، ولكن ما لقوش حد، ولقوا كل جثمان على سرير شكل. وعلى طول اتصلوا بالشرطة ورجال الامن جت. ولكن حتى رجال البحث الجنائي كان عندهم مشاكل كتير، لان البصمات اللي بيمشوا وراها عشان يبدأوا يحلوا القضية مش موجودة لان البيت اتحرق، وما فيش غير
تقرير الطب الشرعي على ال3 جثمان، والجيران بدأوا يحكوا لرجال الشرطة كل اللي كانوا يعرفوه من العيلة دي، من أول منى وابنها للزوج اللي بيشتغل في شرم الشيخ والزوجة اللي كانت عايشة في بيت ودفى. وكمان قالوا على الست اللي بتمسح وبتنظف عندهم، هي كانت ماسكة العمارة كلها. وكمان حكوا على خالد اللي كانوا بيشوفوه من فترة للتانية بيجيب حاجة. حكوا كل سيناريو القصة لكل رجال الشرطة. ورجال البحث الجنائي تقول إن حصل جريمة ولكن ملهاش أي دوافع، لأنهم ما يعرفوش هل في البيت في دهب ولا لأ، هل اتسرق ولا لأ، لأن ما كانش في حد تاني معاهم، وكل صحاب البيت توفاهم الله. زائد إن مفيش أي بصمات ومفيش أي علامات إن الباب تم فتحه بالغلط أو بالغصب، بالتالي الشخص ده مفتوح له الباب من جوه بطريقة طبيعية جدا. وده كل اللي يعرفوه. حتى الطب الشرعي طلع تقرير مشابه لل3 جثمان، إن كلهم تمت الوفاة عن طريق الخنق في الأول، وبعد كده عن طريق آلة حادة في الرقبة. وكان الوحيد المشكوك فيه إنه واحد من العيلة وممكن يتفتح بطريقة عادية، وكمان ممكن يبقى عنده ميول إجرامية، وهو ابن منى اللي بيشرب زي ما أنا قلتلكم الصبح. فعشان كده تم الإمساك بيه، وقعد يتحققوا معاه 3 شهور كاملين. ولكن بعد مدة باباه اللي كان متطلق من أمه جاب له محاميين يثبتوا اللي هو كان في مكان غير المكان ده بتاع الجريمة، هو أصلا كان في محافظة تانية وقتها. فعشان كده تم الإبراء عليه. وبعد كده جالهم شاهد من الجيران وهو بيقول إن هو شاكك في خالد، لأنه شافه في يوم الحادثة الساعة 12 بالليل وهو خارج من عندها. وفي الغادة الراجل ده دايما بيكون حاشر نفسه في بيوت الآخرين، وكان سامع صوت عبير وهي بتترجى حد. وبعد كده صوت عبير سكت، وخالد طلع من الشقة بعد فترة وقبل ما تولع، وقال لرجال الشرطة كل حاجة. ومن هنا رجال الشرطة بدأت تركز مع خالد، وعملت له أكتر من كمين عشان يجيبه، لأنه كمان أول ما جابوه عرفوا إن حالته الاجتماعية والدين اللي كان عليه اتسد، وهو ما كانش عنده شغل عشان يسد الدين ده مرة واحدة، عشان بعد الضغط يعترف بكل حاجة ويقول إن هي السبب، وإن هي شطانة على الأرض وخلته يعمل كل ده، وإن هو بس كان بيعفي نفسه وبيحاول يحمي نفسه منها مش أكتر. وفي الآخر بعد المحاكمات الكتير جدا اتحكم عليه بالإعدام. ده مصير كل جريمة وكل مجرم. مش عارفة الشيطان دخل كذا مرة في القصة دي وليه دوافع كتير. كل الدوافع هو ممكن من قلة الثقة بين الزوجين وبعدهم عن بعض. ياريت تقولوا لنا